السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في حادث مأساوي هز مدينة بركان، عثرت فرق البحث والإنقاذ مساء اليوم على جثة الطفلة التي جرفتها السيول الجارفة قبل مغرب هذا اليوم، وتم العثور عليها في واد الشرعة بعد ساعات من عملية البحث المكثفة التي شاركت فيها السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية إلى جانب متطوعين من سكان المنطقة. تعرضت الطفلة للحادث أثناء اجتياح السيول للمدينة بفعل الأمطار الغزيرة، حيث سقطت في بلوعة للصرف الصحي لتجرفها المياه بسرعة كبيرة. وعلى الفور أطلقت الجهات المختصة عمليات تمشيط واسعة بحثا عنها، حيث تم تمشيط الوديان والمناطق القريبة من موقع السقوط وسط أجواء من الترقب والحزن من قبل أهلها وسكان المدينة. الحزن والأسى على سكان بركان فور تأكيد العثور على جثة الطفلة، حيث عبر العديد من المواطنين عن صدمتهم العميقة لهذه الفاجعة، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز البنية التحتية وحماية الأطفال والمرأة من مخاطر الفيضانات والصرف الصحي المكشوف. بعد هذا الحادث الأليم، جددت فعاليات المجتمع المدني مطالبها بضرورة معالجة مشكلات الصرف الصحي وتحسين قنوات تصريف المياه تفاديا لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.